السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كويزيني ناديزاد. وش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بيا صحتكم لاباس. انا الحمد لله في نعمة. جيتكم اليوم فيديو جديد، فيديو تاع اليوم بزاف هايل بديته لكم بشتي والله يبارك ما شاء الله، اللهم غيثا نافعا. حضرت معكم 2 وصفات: شوربة العدس الأحمر، وحضرت معكم فطائر بيتزا بزاف هايلين وخفاف وبزاف بنان مع هاد الشتيوه. وش نقولكم، الله الله يا البنات. تبعوا لا فيديو حتى لافا ان شاء الله تعجبكم حبيباتي. ما تنساونيش بالجام والبارطاج وتخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما. نبداو الوصفه تاعنا تاع شوربه العدس على بركه الله. كيما راكم تشوفوا لهنايا كنت حكمت كاس تاع عدس اصفر. فوالا كنت غسلته واحد 2 ولا 3 فوا هكذا باش يصفى كامل يا البنات. من بعد نحكموا هذا شوربه العدس اكسبرس، يعني توجد لكم مليه توجدوها بارد في بارد وتدوها فوق النار طيب لكم، من بعد تميكسيو يعني تجيكم بزاف سهله مع هذا البرد هذا والشوالم. فوالا كنت لهنا ديت كاس تاع العدس غسلته بيان سور، ولا هنا حبه بصل تكون موايه و3 سنينه تاع الثوم. ديروا كل شيء عشوائي كيما راكم تشوفوا، تقدروا ديروا حتى حبه كومبلي. ديروا هنا شويه تاع الكركم توابل. درت ثاني كيف المكون الرئيسي اللي لازم ديروه باش يبن لكم شوربه العدس هو الكمون. ديروا شويه تاع الفلفل، شويه تاع راس الحانوت، ديروا الملح، وبيان سور ديروا وحده تاع الجامبو كيما راكم تشوفوا بذوق الدجاج. تحبوا ما ديروش الجامبو كي يقول لك باش صحي مي والله غير ما نكذبوش على بعضنا بزاف بنين، انا يعجبني منين داك نستعمله. اذا عندك متوفر عندك الدجاج ولا رقبه تاع الدجاج ولا تقدري تبنني بها عادي تجيكم بزاف بنينه. ديروا واحد 3 مغارف كبار تاع الزيت وتمرقوه بالماء، فوالا ما بارد عادي. تمرقوا ما تكثروش الماء، ديروا بارد في بارد وتدوها فوق النار يا البنات. ما كاش اسهل من هذه الشوربه العدس في وقتها حتحضريها. انا نديرها بزاف في رمضان، يعني كل خطره واش ندير. فوالا تجيني بزاف خفيفه وتجيني بزاف بنينه. فوالا كيما راكم تشوفوا تخلطوا كيما راكم تشوفوا وتدوها فوق النار. هذا ما كان حبيباتي. قولوا لي كاين اسهل من هذا الوصفه؟ كل شيء تخلطوه في القدرة وتدوه فوق النار تغلي كي طيب لكم الخضرة كيما راكم تشوفوا. البصل والثوم هذاك، الثوم يعطي لكم بنة على بنة، وانا يعجبني الثوم في الاطباق لازم نديرو لازم نستعملو يا البنات. فوالا لهنايا كيما راكم تشوفوا نقصت لي المريقه الماء تاعها. طابت لي طاب العدس يكون كامل يفرط. تحكموا الميكسور وتميكسيو كامل يا البنات. تحبوا القوام تاعها، انا ما نحبهاش تكون مايها بزاف وما تكونش ثقيله، يعني هو وسط يعني شويه شويه. كم تعرفوا العدس شويه يخضر كي تخلوه ناشف بزاف، كي تخليه يقعد شويه راح يخضر لكم. شوفوا القوام تاعو لهنايا ما خليتوش شغل ثقيل وما خليتوش خفيف. فوالا طفيت عليه النار وجيت نحضر معاكم هذا الفطائر. واش نحكي لكم يا البنات بزاف هايلين جايين خفاف وكامل. تبعوا الوصفه. لهنايا عندي كاس حليب يكون دافي، 4 كاس تاع الزيت فوالا، ونديروا مغرفه ماشي معمره تاع السكر ومغرفه تاع خميره فوريه، وديروا نص حبه تاع بيض كيما راكم تشوفوا. ما كاش اسهل من هذا الفطائر اللي تجيكم خفاف يجيكم هايلين مقطنين. واش نحكي لكم ان شاء الله تعتمدوهم في رمضان وتجربوا الوصفه قبل رمضان هكذا باش في رمضان تعجبكم وتجربوها ان شاء الله حبيباتي. تحكموا بالفوي كيما راكم تشوفوا، تخلطوا مليح مليح حتى يمتزجوا كامل المكونات. ما ديروش الملح في الاول. كي تتفاعل الخميره ديروا لهنايا ديروا الملح حسب الكميه، عينكم ميزانكم، ما تكثروش الملح يا البنات. فوالا وديروا الفارينه هنا استعملت سيم عادي مليحه، اول مره نجربها جات بزاف بيضه يعني عجبتني، نضاني نستعمل سفينه. هذه الفارينه ولا غير عجبتني يا البنات، جايه خفيفه وماهيش كحله، جايه شغل كيما هذيك تاع الباكيات. اخترتوني زعما تشي تاع الباكي وتاع الشكاره ما تجيش كيف هذه صافا مليحه يعني ماهيش كحله. تحكمي حبيبتي تخلطي كامل الفارينه. انا كانت خصتني الفارينه بديت نضيف غير بالعقل، ما ديروش كامل هكذا باش ما تغلبكمش وما تجيكمش يابسه. ما تخلوهاش يابسه وما تخلوهاش يعني جاريه هكذا باش تجيكم شابه. لهنايا نحكم منطم كامل العجينه تاعي، تدلكوها واحد 2 حتى ل5 دقائق تولي لكم ليس.
تغطوها وتخلوها في مكان دافي باش تخمر لكم قولي واحد النص ساعة هكاك، واحد 20 دقيقة تخمر لكم. نتوما كي تخلوها تخمر روحوا توجدوا لاصوص بيتزا، تروحوا توجدوا باش تحشوها من فوق باش تشبحوها كيما حبيتوا ديروها. تحبوا ديروها بالفلفل الحلو من فوق وديروا لها المايز وبيان سور الفرماج الزيتون عادي. تحبوا ديروها بالفيونداشي، تحبوا ديروها بداند اشي من فوق، تحبوا ديروها باش حبيتوا يا البنات. يعني تقدروا ديروا المرقز تقطعوها هكذا مرصوات صغار وديروها كيما حبيتوا. انا اليوم استعملت الطون تاع الزيت، توجور نستعمل الطون يعجبني ويجي بزاف بنين في هذه الوصفه. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنايا شكلتهم كيما راكم تشوفوا دي بول صغار، يعني صغيورين، يعني اقل من الحبه تاع البيض، يعني هكذا ويجوكم كبار ما شاء الله يا البنات. تحبوا تصغروا اكثر من هكا، انا هذه الكميه اللي درتها جاتني وقيله ما نقول لكم 9، ما جاوني وقيله 10 حبات، والله مانيش شافيه اكزاكت، مي جو بونس 9 ولا 10 كيما راكم تشوفوا. لهنا نكورهم كامل ومن بعد نكملوا الوصفة كيف. وفوالا كيما راكم تشوفوا نديرهم قاع قد بعضياتهم حبيباتي باش يجوني الحبات قد بعضاهم. وفوالا نستعينوا بالفارينة هكذا، راكم تشوفوا العجينة راهي تتلاصق تجيكم شابة، يعني ما تخلوهاش تيبس. لهنا كيما راكم تشوفوا لهنا راهي كيما قلت لكم راني وجدتها كورتهم، راهم جاوني 10 حبات. نحكموا الكاس عادي، نديروا شويه فارينه من تحت، نستعينوا بالفارينه ونبداو نطبزوا بها كيما راكم تشوفوا هكذا. كيما راكم تشوفوا نديروا شغل حفره في الوسط. نكملوا كامل الحبات حبيباتي ونرجع لكم. فوالا غير بالعقل وتواسوهم كيما راكم تشوفوا عادي. لهنا راني كملت كامل واسيتهم، ونجي نحكم النص حبه تاع البيض اللي درت خليتها في الحشو في لافاغ تاع لاباط كيما راكم تشوفوا. لهنايا طليت كامل الحبيبات التوعي تاع الفطائر البيتزا. فوالا تقدروا ديروا الساندويتش في لافان، تقدروا ديروا زعما في الطرف وين درت البيض تواسوا يجيكم بزاف بنان. لهنا انا ما كانش متوفر عندي. نحكم لاصوص تاع البيتزا كانت عندي في الفريجيدا، غير جبتها ديكونجليتها واستعملتها عادي. درت شويه كامل فيهم تاع لا طوماط، انا توجور لازم تكون عندي لا طوماط هكذا في وقفه ولا تجبديها وتستعمليها عادي. فوالا هذه الطوماطيش كنت وجدتها في الصيف كي كانت الطوماطيش رخيصه. شوفوا ما شاء الله جايه حمراء وثقيله الله يبارك يا البنات. هكذا كي تلف لكم ولا تقدروا ديروا غير لا سوب ولا ديروا شوربه ديروا بيتزا وكامل وانتم فريتوها في الدار. فوالا لهنا درت كامل طوماطيش فيها، درت كامل الحبيبات. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي. هذا ما كان حبيباتي، وهذا ما كان اسمه تطلوهم في الاول بالبيض باش في التالي ما تخلط لكمش مع الوسمو، تكون حاجه نقيه كي تكونوا توجدوا فيهم. لهنايا البطاطا عطو كيما راكم تشوفوا ندير كامل شويه فيهم. تقدروا ديروا المايز من الفوق، تقدروا ديروا فلفل الحلو اللي يحب الخضره كيما تحبوا يا البنات. كاين يدير لها المايز ديري بدانت اشي زعما هكذا تقليه وتحطيه من فوق. تقدري ديري حتى اسمه المرقز يجيك بزاف بنين تاع المرقز ثاني كيف. فوالا لهنا انا استعملت الطون تاع الزيت هذا تاع ماراطون، نحب هذا اللي اسمه نحبش هذاك الفوتات ما يعجبنيش كامل. فوالا لهنا درت كامل البطاطا قسمتها كامل على هذوك الحبيبات جاوني 10 ما شاء الله يا البنات. يعني تقدروا ديروهم صغار ويخرجوا لكم كميه كبيره، انا لهنا درتهم شويه كبار، تقدروا يجيكم حتى 15 حبه موين. فوالا لهنايا كملت ودرت لهم كامل حبه زيتون على الوجه هكذا باش تعطي لهم منظر شباب. فوالا لازم البيتزا نديروا لها الزيتون، تقدروا ديروا زيتون اخضر من فوق كيما حبيتوا. تقدروا تشكلوا ثاني تشكلوا بهم لي سوفلي هذه العجينه بزاف راهو تجيكم خفيفه، راح تعتمدوها ان شاء الله في رمضان وتجربوا الوصفه. وحبيبتي الى وصلتي لهنايا ما تنسينيش بالجام ديري لي تعليق شباب، ما تنسينيش. فوالا هكذا باش تكبر القناه تاعنا حبيباتي ان شاء الله. ولا هنايا حكمت الفورماج رابي درت كامل على الوجه كيما راكم تشوفون، استعملت لهنا نابولي، واذا عندكم نوعيه جيده تقدروا تستعملوها الجوده ولا يحجيكم بزاف، لان انا درت المتوفر في الدار. راكم تعرفوا مع البرد والشتيوه الانسان يدير وخلاص واش عنده في الدار. والله نفحت لي كي نطا كاش الشتاء والبرد وكامل، قلت اليوم غير تاع شربة عدس. ايام بعد
زدت درت معاهم هاد البيتزا ميني بيتزا كيما راكم تشوفوا فطائر، جاو بزاف بنان واش نحكي لكم مع السلطة الله الله يا البنات. فوالا درت لهم كامل، سخنت الفرن درتو يسخن مليح على أعلى درجة، ومن بعد تخلوه كيما راه، تسخنوه من قبل باش كي تطيب لكم البيتزا ما تقعدش فما، راكم تعرفوا كيف البيتزا تحب النار قوية. لهنايا كانت سخنت لي الفرن، درتو دخلتو على درجة، تقدروا ديروا من الساندويتش في الطرف، أنا ما كانش عندي ماهوش متوفر، حتى رمضان إن شاء الله كي نقضي ولا نشريه بيان سور راكم تعرفوا المطلوع وكامل، هذو يسحقوا الساندويتش. لهنا شوفوا ما شاء الله بعد ما خرجتهم جاو ما شاء الله، شوفوا كيفاش راهم مقطنيين واش نحكي لكم بزاف بنان، حمرتهم كامل من فوق ومن تحت، شوفوا الصورة تعبر عن الوسمو. فوالا كيما راكم تشوفوا، لهنايا حطيت سربيت البيتزا كيما راكم تشوفوا، درت السلطة حشيش ودرت طوماطيش وحبة زيتون من فوق عادي سامبل، درت لها زيت الزيتون والملح وشويه تاع الخل، يعني ما درت لهاش لا فينيغرات كيما مداري، وشربت العدس الله الله واش نحكي لكم، جربوها يا البنات ما راحش تندموا كامل، وفي وقتها راحين توجدوها. ان شاء الله تعجبكم الوصفات تاع اليوم والفيديو تاع اليوم. وفي الاخير نقول لكم حبيباتي ما تنساونيش بالجام والبارطاج، واذا عجبتكم لا فيديو كيف ديروا لي كومنتار شباب كيما نتوما. انا نقول لكم بقاو على خير خياتي وتهلاو في رواحتكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه حبيباتي، باي.